ناس كتير جدا لما باجي انزل فيديو عن الفواصل التمدد تقول لي يا مهندس والله مشاكل عندنا في السطح بسبب فواصل التمدد. طيب انا هقول لك حاجه، خلينا نقول ان فواصل التمدد فيها مشكله. طيب البلاط ده بسبب الحراره وسبب البروده بيحصل له تمدد وانكماش، هيتمدد فين وينكمش فين؟ لازم يكون له فاصل عشان يعرف ياخد حريته. زي ما احنا شايفين لازم فواصل التمدد بتكون كل حوالي 4 متر في 4 او 5 في 5 على الاقل، بعمل فواصل التمدد عشان ما يحصلش عندي مشاكل في البلاط بعدين. فالمهم جدا خلينا نتفق ان فواصل التمدد مهمه جدا. ايه المشكله عندك في ايه بقى؟ المشكله ان انت ما بتملاش فواصل التمدد بالطريقه الصحيحه، واتكلمنا فيها في فيديو قبل كده، قلنا ان فاصل التمدد لازم يتعبى بالطريقه الصحيحه وتتاكد من ان هو تم تعبئته بالكامل، وتجيب الماده المخصصه بالنسبه لفاصل التمدد. بالاضافه الى ان انت تعمل الفلاشنج الومنيوم اللي هو هنا كده اهوت، ده كده بيركب فلاشنج اهوت وبيجي هنا بيتعبى بالكامل هنا زي ما احنا شايفين اهوت عشان المطر ما يدخلش من هنا. دي نقاط مهمه جدا. بالاضافه ان لو في عندك صفايه لازم تعزلها كويس جدا حواليها، وتكون هنا تصريف الامطار بتيجي على الصفايه هنا عشان المطر يكون في عندك ميول عشان على الصفايه. نقاط مهمه تنتبه منها بالنسبه لبلاط السطح. الله يعطيكم العافيه.